أنا رايح فين النهارده ليلة الجمعة؟ هندعي مع بعض، هندعي بدعاء بيتهز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وبسببه هينزل ملك من ملائكة السماء الرابعة عشان يحقق لك طلبك. ده دعاء مجرب، بس المهم إنك تدعي وإنت على يقين بالإجابة. بس في الأول تعال نصلي على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واعمل شير عشان كل الناس تدعي معانا وإنت تاخد الأجر والثواب. هتدعي وتقول: يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا رب أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. تكرر الدعاء ده 3 مرات. بس خلي بالك، قبل ما هتقول الدعاء ده انت هتقوم تتوضى وهتصلي 4 ركعات لله سبحانه وتعالى، وبعدها ادعي بكل اللي نفسك فيه. يعني لو عايز ربنا يفك كربك وهمك ويسدد عنك دينك، اطلب من ربنا. عايز تتجوز، عايزه تتجوزي، عايز ربنا يرزقك بالذريه، اطلب من ربنا. اي حاجه نفسك فيها مهما كانت هي ايه، ربنا هيحققها لك بقدرته على ان يقول للشيء كن فيكون. ربنا سبحانه وتعالى هيسخر لك ملك من ملوك السماوات وهيساعدك في تحقيق ما ترجو وما تتمنى. حسيت كده لسه مش مصدقني؟ طب لو مش مصدق اسمع القصه دي. كان في صحابي اسمه أبا معلق من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي ده كان تاجر تقي ورع، وكان في يوم مسافر وطلع عليه لص مسلح وقال له: ضع ما معك فإني قاتلك اليوم. رد عليه وقال له: ما تريد من دمي؟ شأنك بالمال، يعني انت عايز تموتني ليه؟ خد اللي معايا، خد كل الفلوس اللي معايا وسيبني اروح لحال سبيلي. رد عليه اللص وقال له: اما المال فهو لي ولست اريد الا دمك، يعني انا جاي مخصوص عشان اموتك، واموالك كده كده هتبقى بتاعتي بعد ما اموتك. ساعتها ابا معلق قال له: ما دمت ابيت، ممكن قبل ما تموتني اصلي 4 ركعات لله؟ رد عليه اللص وقال له: صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، وفي اخر سجده دعا بالدعاء اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي مع بعض. فاذا بفارس جاء من بعيد بيده حربه، وقرب حربته دي من اللص وقتله. واول ما سلم ابا معلق من صلاته وشاف الفارس قال له: من انت بابي وامي؟ فقد اغاثني الله بك اليوم من هذا اللص. فقال له: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، فعندما دعوت بدعائك الأول سمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء دقة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله عز وجل أن يوليني قتلك. واللي روى القصة دي سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ساعتها قال: فاعلم أنه من توضأ وصلى 4 ركعات ثم دعا بهذا الدعاء استجيب له، مكروبا كان أو غير مكروب. ها، صدقت ولا لسه؟ صدقت إنك بدعائك ده ربنا بعون الله هيحقق لك كل ما تطلب وما ترجو من فوق 7 سماوات. يا رب ليلة الجمعة المفترضة يا رب اللي فيها ساعة يا رب مستجاب فيها دعاء، يا رب حقق لكل واحد ما يتمنى وما يرجو وكان فيه خير له. صلوا على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكمان اعملوا لايك وشير بنية انك تفيد غيرك وكل الناس تستفيد، وانتوا تشاركوني في الاجر والثواب. ولو لسه ما اشتركوش في القناة اشتركوا دلوقتي حالا عشان يجيلكم كل حاجة جديدة بقدمها لكم. بحبكم في الله، هدية محمد.